كما يقولك شرف لينا اللي سنينا في فريق وفاق سطيف. كما نقول لك فريق عريق، كما نقول لك البالمارس ديالو، اللاعبين اللي عاقبوا على الفريق هذا، كما يقول لك شرف ليا، وان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. دونك كما يقول لك ان جوار شتي اون فان كونترا، كانوا عندي دي كونتاكت منهم وفاق سطيف. دونك كما يقول لك سي لو شالنج سبورتيف. دونك يا لا شامبيونز ليغ كانت وفاق ستيف توجور يلعب على لي بريمي رول. جو بونس هذا هو اللي خلاني ناخذ لا ديسيزيون باش نسيني وفاق ستيف. سي لو صالون سبورتيف. دونك شوفوا وفاق ستيف توجور يلعبوا لي بريمي رول، يلعبوا على الشامبيونا، وزيد ثاني كاينه لا شامبيونز ليغ. كيما انا عندي نقدر نلعب لا شامبيونز ليغ باسكو ما لعبتش لا كوب لاكاف، ما لعبتش كومبيتيسيون افريكان، نقدر تكون عندي اون ليسونس افريكان. وثاني كما يقول لك وفاق ستيف ماشي الفريق واحد اللي يخمم دو فوا باش يسيني فيه. ان شاء الله واحد يزيد الاضافه الفريق، واحد الفو سامبوزي ان شاء الله. وكما نقول لك وفاق ستيف عنده لي شالونج، عنده لا شامبيونز ليغ، وعنده الشامبيونا بطوله الجزائر. ان شاء الله واحد يكون في المستوى. دوك الانصار تاع اتحاد الحراج كما يقول لك يحبوني، وانا ثاني كنحبهم. جوزت عده مواسم معهم. كما يقول مكتوب الله، كما يقول لك ما ندخلوش حنا في التفاصيل، مي نقولوا مكتوب الله. اولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك ليونس التحاقه بفريق وفاق سطيف. احنا هذا اللاعب اللي تقريبا احنا وانا يعني شخصيا كنت نتبع فيه تقريبا عده مواسم، خاصه في المواسم الاخيره اللي حسب ظني انا قدم موسم اخير هذا مع اتحاد الحراش في المستوى، وان كان تقريبا ركزه اساسيه في فريق اتحاد الحراش. وخلال ايفو دو سي كاليتي تكنيك نظن مورال ايضا، لانه معروف باخلاقه، ومعروف ايضا انه سيتا الليدر، يعني اللي يقدر اي مدرب يقدر يتكل على لاعب مثل يونس. هذا هو الشيء اللي خلانا نختاروا هذا اللاعب، خاصه في الخط الهجومي، وحنا محتاجين لاعبين مثله في ميزاتهم، اللي عندهم السرعه واللي عندهم التحمل، ايضا اللي عندهم حتى يعني التحكم في الكره كما ينبغي. نظن راح يكون اضافه لفريق وفاق سطيف، نتمنى له ان شاء الله مبروك عليه امضاءه معنا ان شاء الله. فقط نتمنى له بون باركور مع الوفاق، خاصه وحنا عندنا لا شامبيونز ليغ، محتاجين ايضا الخبره تاعو، يعني محتاجين لاعبين ذوي الخبره اللي عندهم الخبره في هذا المجال او في هذه المباريات من حجم رابطه ابطال افريقيا. نتمنى ان شاء الله، خاصه ايضا انه راح لنا لاعب قرمي يعني اللي راح غادر مولوديه الجزائر. بطبيعه الحال لازم يكون واحد ايضا يعني اللي يكون يعني سون رومبلاسون، ولا يكون اللي عنده مثل صفات هذا اللاعب. على كل حال بالخبره تاعو ان شاء الله انا نتمنى، ويعني نظن راح يؤدي موسم لا باس به، وان شاء الله فقط في رابطه ابطال افريقيا اللي نظن حان الوقت هو ايضا يطمح الى الامام في هذه المنافسه ان شاء الله. والله اذا جاء الاهداف تاعنا انه اولا نبحث عن فريق يعني ما نقولش منسجم، ولكن متوازن يعني في كل الخطوط، لانه كيما غورمي راح جبنا يعني يونس اللي نظن يفالو رومبلاسي لو بلو نورمالمون دو موند. عندنا لاعبين بتاتر يروحوا اون فالي رومبلاسي، على الاقل يكون الفريق او التشكيله متوازنه في كل الخطوط اولا. عندنا تحضيراتنا اللي راح تبدا يوم 23 جوان ان شاء الله مع الفريق، تحضير لمباراه اهلي بنغازي، وهذا هو الهدف الاول والرئيسي، انه تكمله المشوار والمغامره في رابطه ابطال افريقيا. بطبيعه الحال رانا محتلين المرتبه الاولى ب5 نقاط، مش كافي للتاهل الى دور نصف النهائي. الفو شيرشي سيت دومي فينال بيان سير اون باسون بار دي ريزولتا بوزيتيف في المباريات الجايين. وعندنا من بين الاهداف الفريق والاداره اللي راهي مسطرتها دائما، نظن سي اوتوماتيك هذه اليا البطوله بيان سور الكاس هذو يعني، وعندنا كاس الكاف ايضا اللي راح تبدا في شهر فيفري العام المقبل ان شاء الله. هذو ما اهداف الوفاق باينه يعني ما فيهاش مفاجات. لا ان شاء الله كاين عندنا جلسه مع حشود حاليا، راهو الرئيسه مع حشود، عندنا داغولو نظن العشوة ان شاء الله ولا غدوه راح يمضي مع الفريق، في انتظار لاعب جيل ايضا اللي راح يجي من مالي اللي راح ان شاء الله نفيناليزيو معاه. لحد الان هذوما الاسماء ان شاء الله، يعني حتى الامضاء بنا قادر نقولوا راه مع الفريق ان شاء الله يكونوا معنا عن قريب ان شاء الله.